السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا اصحابي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده جايبه لكم تورتايه كده ودستة جاتوه حلوين قوي، عملتهم في ساعتين زمن بس، يعني اقصى سرعة يعني، واحلى من كده مفيش. هنشوف الفيديو النهارده مع بعض. اتمنى يكون الفيديو النهارده يعجبكم وتستفادوا منه. اتمنى تضغطوا لللايك وتشتركوا في القناة وتقولوا لي رأيكم في التعليقات. يلا بينا نبدأ على طول الطريقة علشان ما اطولش عليكم المقدمة. عندي 5 بيضات، عندي فانيليا، طبعا البيض يكون ساقع، عندي معلقة خل، معلقتين نشا، كوباية الا ربع سكر، طبعا السكر اللي هو الحبيبات الناعم اللي هو الابيض ده. عندي محسن جل اللي هو سواء سايب او الباكت اللي بيتباع ده ب10 جنيه، نص كوباية مية متلجة، طبعا كوبايتين الا ربع دقيق يكون دقيق ابيض، ومعلقة مليانة يكون كيك شيف من اللي هو الكيس الاحمر. بس كده بضربهم كويس جدا لحد ما يديني القوام اللي انا محتاجاه اللي هنشوفه مع بعض، يبقى كده زي قوام الكريمة. طبعا المية تكون ساقعة، اهم حاجة تكون المية ساقعة متلجة علشان يديني النتيجة ناجحة. طبعا انا التورتاية دي بالجاتو يعني صاحبتهم قالت لي قبلها بساعة بالظبط، يعني بمجرد ما جبت الطلبات من برا واشتغلت فيها من 4 ل6، يعني كان في نفس اليوم عيد الميلاد. انتم شايفين القوام كريمي كريمي يعني. بعدين بفردهم في صينية مقاس 30 في 40. طبعا التورتايه اللي قبل دي برضو كانت في الصاج اللي هو 30 في 40 ده، وقسمتها نصين وعملت تورتايه اللي هي كانت متقسمة على 6. بحطها في الفرن، طبعا بطفي الشواية من فوق وبخليها شغالة من تحت. اول ما تستوي اشوفها بخلة، وبتقعد معايا حوالي ربع ساعة، يعني على حسب الفرن اللي عندك. انا مش هديكي وقت ولا هديكي الرقم يعني محدد. بس كده. وهعمل الكريمة زي ما احنا شايفين بعملها كل مرة. نص كوباية سكر، عندي كوباية كريم شانتيه يكون خام، معلقة باستر كريم او معلقة لبن بودر، معلقة او معلقتين على حسب الكمية يعني، وكوباية كريمة اللي هي الخام غير محلى، وكوباية مية. لو احتاجت وحسيت ان هي الكريمة تقيلة شوية بحط لها نص كوباية مية بتكون برضو متلجة ساقعة. طبعا الجو كان حلو الصراحة، يعني ساعدني على اني اشتغل فيهم ساعتين، انما لو الجو حر الصراحة ما كنتش قدرت اطلع الحاجة بالشكل اللي هنشوفه دلوقتي. بس كده انا بغلف اول طبقة وبحط اي حاجة بحشي بيها، اذا كان فاكهة او مكسرات او شوكليت شيبس او كريسبي او اي حاجة بحشي بيها. وبعدين بحط الطبقة التانية وبحط السيرم وبحط الكريمة زي ما احنا شايفين. بعمل روزيتات كده حوالين التورتاية كلها. دي هقسمها نصين، يعني صاحبتي قالت لي عايزة تكتب اسم بنتها وعد، فانا قسمتها نصين وهنشوفها دلوقتي بالشكل ده. عملت نصها بجيلو الفراولة طبعا عشان هي بنوتة وكده يعني، فعملتها بقت نصها احمر والنص التاني ابيض، وكتبت لها اسم البنوتة وعملت اختصار هابي بيرثداي، وطلعت شكلها تحفة. يعني كل اللي شافها شكر فيها جدا، وكان طعمها الصراحة تحفة، يعني شرفتني الحمد لله. وانا طبعا عايزة ارائكم وعايزة رأيكم يعني في التعليقات. بس كده انا عملت اللي هو بقالب الشوكولاتة اللي هو الحروف، عملت اختصار هابي بيرثداي وكتبت الاسم وعد في الجنب اللي هو الجنب الابيض. عندي كريز، عندي شوكولاتة كريسبي الوان، عندي كريسبي شوكولاتة، اي حاجة بزين بيها. عندي ورق ترانسفير برضو عملت منه اشكال، وعملت برضو اللي هو الشكل الشباك برضو، يعني زينت فيها حبة كده بقت شكلها حلو يعني. ده اهو الاسم وعد. بقولها كل سنة وهي طيبة وعقبال يا رب كده 100 سنة بصحة وسعادة يعني. بس كده بحط الكريسبي اللي هو البني علشان اكسر اللون اللي هو الفراولة.
والجنب الابيض برضو بكسر اللون الابيض وبحط كريز. طبعا بقسم الكريز كده علشان الكريزة يعني حبة كبيرة، ممكن بقسمها 2 أو 3. جنب اللي هو الفراولة بحط كريسبي شوكولاتة، وبحط أي حاجة يعني بزين فيها، يعني أي حاجة عندي بزين بيها علشان يطلع الشكل حلو. طبعا أنا وبزين أقول لكم دي تكلفتها قد إيه. طبعا البيض زي ما احنا عارفين البيضة ب5 جنيه. هي خدت 5 بيضات اللي هو ب25 جنيه، وخدت باكو محسن الجل، الباكو ده ب10، وكيس البيكنج باودر ب5، كده 25 و10 و5 كده 40 جنيه. وخدت معايا طبعا الزينة اللي احنا شايفينها دي، وجيلو الفراولة والحاجات دي. طبعا انتوا التزيين زي ما تحبوا، يعني هي ما كلفتنيش كتير، بس دي هتطلع يعني انا مطلعاها ب150، ودستة الجاتو على 100 جنيه، يعني هي قريبة يعني، فما حبيتش ازود التكلفة عليها اوي يعني. بس فده يعني حاجة. طبعا والقعدة بتاعت التورتاية دي جبتها على مقاس التورتاية نفسها، يعني مش كبيرة، عشان كنت هحزم الصراحة التورتاية لما بتتحزم من تحت بيديني شكل احلى. بس كانت على مقاس التورتاية بالظبط، ما لقيتش اكبر يعني. دي بتبقى 7.5 أو ب10 جنيه يعني القعدة. والعلبة العلبة برضو في الحدود دي برضو من 7 ل10، اللي هي العلبة اللي بحط فيها التورتاية. بس انت شوف التكلفة عندك بتساوي قد ايه، وهتعملي تورتاية، وهتعملي يعني مشروع الصراحة ناجح وحلو قوي. اهم حاجة بس التسويق، وانه الناس تعرفك وكده يعني. دي كانت مشكلتي الوحيدة يعني. فالحمد لله ربنا كرمني وبقيت وصلت للمرحلة دي. طبعا بعد ما خلصتها هنزين دستة الجاتو. طبعا زي ما اقول لكم انا زينتها بسرعة البرق زي ما بقول، يعني بسرعة جدا. فحاولت اعمل اي حاجة اقدر عليها ازين بيها. طبعا جاتو كنت اجلس الجاتو واحطه في الفريزر، ازين مثلا التورتايه واحطها واطلع دستة الجاتو واكمل تزيين. الجاتو خد صاج اللي هو 30 في 40، والتورتايه خدت صاج برضو 30 في 40. طبعا 30 في 40 قسمتها نصين بقت 20 في 30. 20 في 30 دول قسمتهم برضو نصين. القطعة بتكون 10 سنتي، ال6 قطع يبقى القطعة 10 سنتي في 5 سنتي تعمل 6 قطع. قطعة كبيرة وحلوة يعني زي ما احنا شايفين كده. طبعا في وردات اللي هي بتتباع جاهزة دي، دي ال3 ب10 جنيه. جبت الخمسة ب15 جنيه. طبعا ادت شكل حلو قوي للتورته، والاسم برضو جميل، وهي شكلها حلو قوي يعني. يعني ما خدتش وقت معايا يعني، الحمد لله يعني انجزت انجاز فظيع. بس كده، وده بقى الفيديو بتاعنا. يا رب يكون عجبكم. اتمنى لو عجبكم ما تنسوش تضغطوا لللايك وتشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس علشان يوصل لكم كل فيديوهات الجديده. شكرا للمتابعه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.